في حاجة منتشرة في طريقة الكلام مع بعض دايمًا إيه، إحنا بنحب نعلّي على بعض، يعني أقول له مثلًا أنا تعبان، يقول لي: "لا، لا، أنا كمان ده أنا ما شُفتش بقى ضهري، ده أنا تعبان جدًا." أقول له مثلًا: "يا أخي ده أنا كنت في مشوار كده وحصل لي مقلب كده." يقول لك: "لا، ده أنا كمان كان عندي مقلب كذا، كذا." ما تعرفش هو بنعلّي على بعض دي من باب إن إحنا بندردش والّا من باب الخوف من الحسد، وده الأكتر يعني، والّا من باب إيه بالضبط؟ فطبعًا في حديث مشهور بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمارضوا فتمرضوا." ولكن طبعًا الحديث ده غير صحيح وضعيف عند أهل العلم، لكن طبعًا هو معناه فعلًا صحيح، إن الإنسان دايمًا نتيجة ما يفكر، ونتيجة ما يتكلم، ونتيجة ما يظن. فحاول دايمًا إن أنت نبطّل موضوع إحنا بنعلّي على بعض في الكلام دي، وبالعكس يعني بنحاول إن إحنا يكون عندنا صدق في الكلام، ولا نتمارض، ولا يعني نصطنع الفقر، ولا نصطنع إن إحنا عندنا ضيق العيش، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يبتليناش بالكلام ده. فإحنا دايمًا للأسف لمّا بنقابل بعض غالبًا بسبب الاعتقاد من الحسد، الناس بتبتدي تعلّي على بعض في المآسي، يعني يقول له أنا متبهدل ومش لاقي آكل ومش عارف إيه، والله هو عيان وعياله عيانين، وما فيش الكلام ده خالص، بس هو من باب إيه، دافع الحسد، ومن باب إن إحنا بنحب نعلّي على بعض في الكلام. فلأ بالعكس، عايزين دايمًا إن إحنا نشكر الحق سبحانه وتعالى ونحمده على نعمه، ونذكّر بعض بالحمد، ونذكّر بعض بنعم ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما بقينا كثيري الشكوى ساعات كتير بالكذب.